القاهرة فعلا مدينة متعبة. خليني احكي لكم مشكلتي معاها باختصار، واكيد مش هتكلم عن الزحمة وعمرنا اللي بيضيع في الشارع، دي متعة من متع الدنيا فيها. انا مشكلتي اكبر من كده بكتير، خليني احكيها لك. اهلا بيك من ام الدنيا، بحييك. بقالي فترة طويلة بلف على رجلي وسط البيوت والحواري والجوامع في القاهرة، بوثق واصور واحكي عن تاريخها وحكاياتها، وكل يوم بعرف قصص جديدة وغريبة عن الناس. كنت فاكر اني في شهر او شهرين هقدر ازور كل الاماكن فيها، لكن الموضوع طلع كبير قوي، اكبر مما اتصور. يعني اكون نازل في شارع زي الغورية الاقي نفسي دخلت جوه حارة الروم وما طلعتش، ابقى رايح شارع المعز الاقي نفسي داخل كفر الطماعين او حارة اليهود او الجمالية. كل زقاق وكل شبر فيها محتاج لوحده يومين 3 عشان احكي واتكلم عنه. وعشان كده ما بقتش عارف اعمل اي خطة، بقيت بنزل امشي واسيبها بالبركة، اللي هيجي قدامي هصوره. ساعات بلاقي حاجات حلوة جميلة، وساعات قصص وحكايات مخيفة وعجيبة، عشان كده اتجننت منها وحاسس اني دخلت متاهة ومش عارف اخرج منها. جمال الاماكن اللي بروحها والقصص بتاعتها بيخليني مكتفيش ان اروح المكان ده مرة واحدة بس، رغم ان لسه في حكايات كتير قوي ما اتحكتش. بس عارفين احلى حاجة في الموضوع ده ايه؟ اني ما طلعتش لوحدي، ولقيت في ناس كتير قوي بتحب تنزل معايا جولات، بننزل نلف في متاهة القاهرة ونستكشف مع بعض كل حاجة. فلو بتحب الأماكن القديمة والسفر ما تنساش اللايك والشير والفولو.